أخي أسعد، أنا تحدثت معك في نقطة التطبيع. نحن ظلمتنا الجغرافيا يا أخي أسعد. نحن هل ذهبنا للتطبيع من يعني محض إرادتنا؟ لا لا، جاو داروا لك كابوس عند راسك كيما هكا وقالوا لك طبع وخرج كونتر الجزائر وكل يوم قعد تنبح. ذهبنا لأننا نحب التطبيع؟ هل ذهبنا لأننا نحب إسرائيل على حساب إخوتنا الفلسطينيين؟ هل مكرهين. ذهبنا لإسرائيل على حساب إخواننا الذين يذبحون في المسجد الأقصى؟ حمشوا بين نشوف هذا الشيء، الشيات هذا وين نشوف كي راه يضحك شو هذا المنافق هذا على باله بلي الاخر راه يكذب، على باله بلي راه ينافق في الغاشي، بصح شي حاجه راه يقول لك كمل كمل يعرف يقول لك تكذب. هو ما بيش المراركه، هو به الدراهم تاع المراركه، راك فاهمني؟ نحن لا نقبل هذا الكلام، لكن يا أخي الجزائر 60 سنة وهي تعادينا. واه هذيك هي فرنسا خرجت منا، اي انتوما ديريكتومون قلت ودي صاي الجزائر راه عاد ضعيفه وراه عاد يلموا في رواحهم، طيحوا عليهم حنايا كاش ما نافيغو من عندهم. لكن هيهات دخلنا لكم ثم حتى المحيط الاطلسي، حتى طلينا من هي، كنا قراب نروحوا الميريكان من هي. ايام بعد نعلنا الشيطان قال ودي الله ينعل الشيطان منها. هذا مكان كاين ناس عندكم ثم في المروك حتى ولاو مفقودين، مازال ما لقاوهمش لحد الان، مازال ما لقاوهمش هكا كيفاش داروا لهم الجنود الجزائريين. كمل كمل. موريتانيا شقيقة لكنها تعترف بالكيان الصهيوني. باين نفهم غير حاجه المروكي، باين نفهم غير حاجه، انت اش كاين في مخك الداخل، باين نفهم الشيء كاين في مخك الداخل. كيف تجاب الكيان الصهيوني ثم عندك يوم قاطعين العلاقات مع موريتانيا ومدابزينهم على خاطر علاش مطبعين معترفين بالكيان الصهيوني؟ فهمني انت، فهمني كيفاش تخمم انت، فهمني ضرب، فهمني كيفاش تخمم انت. تونس، أنت ترى ماذا تفعل تونس استقبال هؤلاء الانفصاليين. ليبيا حاليا، مصر لا ندري أين الموقف ديالها. قطعوا منا جزء من الجنوب وقطعوا منا جزء من الشرق، الصحراء الشرقية، وفصلونا عن إفريقيا. ابكي ابكي ابكي، فصلونا عن افريقيا، فصلونا عن العالم، ادوا لنا الصحراء الغربيه، ادوا لنا. تكذبوا والله. لا شوف قال لك اليهود فيهم عفسه، اليهود والمراركه فيهم عفسه. يبكي يبكي، بصح هو من تحت لتحت ذيب، ذيب. وتكالبت علينا فرنسا، وتكالبت علينا إسبانيا، وتكالبت علينا ألمانيا، وتكالب علينا الإنس والجن، فماذا نفعل يا أخي؟ صغل صغل راه يحلل فيه على بالك، راه يقول له واش نديرو واش نديرو. شوف لو كانت تكالب عليك الدنيا الانس والجن وما تطبعش مع اسرائيل، هذه هي. يعني لو كان إبليس لديه أسلحة كنا نتحالف معه لإنقاذ أنفسنا يا أخي. تشبثنا لأننا كنا في موقف ضعف. يا أخي يقول لك الإس 500 والإس 600. حرز روحك مع الاس 400 اخي فاتحة، حرزي روحك، تغفل تتغوفل. اس 400 معاش اللعبة شريكي. صغل خويا الجزائري كيفاش راها صارية لالير تاع الاس 400، مرعبهم مرعبهم تبون مرعبهم. والإس 400، أنا كنت مؤخرا في منطقة أسا كان يعيش فيها البوليزاريو فسادا، ولحدود الساعة نلتقي مع رجال السلطة هناك. يقول لك حينما يأتي الواد بكثرة لا زال يرمي جثث مغاربة مساكين ذبحهم البوليزاريو. وهذه هي، واش راك تستنى؟ نتوما دخلتوا عند بلاد الناس، تدوا لهم تحتلوا لهم في الاراضي تاعهم وتقتلوا لهم في ولادهم وتغتصبوا في النساء تاعهم وتنحوا لهم في الهويه تاعهم الوطنيه، هيا تقال عليه يصفق لك. باينه بلي غادي يقتل لك ولادك، غادي يقتل لك العسكر تاعك، باينه. قلت لك عقليتكم كيما عقليه اليهود، طايحين على فلسطينيين ويقول لك لا احنا فلسطينيين، هما اللي راهم يديروا لنا راهم يقتلونا في ولادنا، راهم يقتلونا في العسكر تاعنا. نفس العقليه تاعكم راهم يدير لكم كوبي كولي للعقول تاعهم. صاير راهم يدير لكم غزو ثقافي، غزو فكري. قبل ما يديروا لكم غزو، ما ديجا ما يسحقوا غزو تاع ميليتير، يدير لكم غير غزو ثقافي، غزو فكري، وخليوكم تنبحوا، حرشوكم علينا. هذا ما كان حصلنا فيكم. لولا دعم بعض الأشقاء العرب، أتحدث عن السعودية بكل فخر، يعني ساندونا في تلك السنوات، سنوات الثمانينات، ونتحدث عن الشيخ زايد، ونتحدث حاليا نقول أن التطبيع مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية هو تنسيق تكتيكي واستراتيجي لمواجهة مجموعة من الأخطار. خطر هذه الجزائر، الخطر ديال إيران في المنطقة، ولكن ليس على حساب الشعب الفلسطيني. شوف اولا التطبيع مع امريكان مكاش من هذيك الكلمه، هذه مكاش، ما اكزيستيش، خاطر امريكان اكزيستيا بيك ولا بلا بيك.
بصح التطبيع مع اسرائيل هذيك ما تجي تتناسق، على خاطر علاه اسرائيل ما كانش كاينه من قبل، وكي راه هضره كاينه وانت راك تطبع معها، دير معها يعني علاقات طبيعيه كانها دوله ووجود، كانها كيان موجود، دوله موجوده. هنا راك تدير في غلطه كبيره في حياتك، راك تدير في تطبيع على حساب الفلسطينيين، سواء اردت ان ذلك ام لم تريد، سواء صرحت بذلك ام لم تصرح. وانا على بالي باللي على بالك باللي نتوما راكم دايرينها على حساب الاخوه الفلسطينيين، لذا اسكت وبركة ما تنافق في الناس، بركة ما تكذب وبركة ما تشكي وتبكي. ليس هناك تعامل بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين. ماذا يطلب الفلسطينيون؟ يطلبون 3 طلبات: قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمة القدس الشرقية، قيام هذه الدولة على حدود سنة 1967، وعودة اللاجئين. هذو 3 ديال الحوايج. والمغرب متمسك بهذه الأمور ولا يمكن أن يزايد على ذلك. وتم الاتصال بالفلسطينيين وأخبرناهم. لا فاتحة، المغرب متمسك بالعلاقات مع إسرائيل، علاقات مع الكيان الصهيوني، كيان الصوص. صحيح.